يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. طالبين مني اكل صيامي. ايه رايكم في الطبق ده؟ بصوا، ده قرنبيط صيامي بطريقه جميله جدا. شايفين؟ بجد عظمه. مقرمش من بره. سامعين؟ سامعين صوت القرمشه؟ وكمان طري كده من جوه. بصوا الجمال، طري من جوه ومقرمش من بره زي ما انتوا شايفين، وكمان مفرغ كده مش مكتوم. بصوا، في تفريغه كده. انا بحب التفريغه دي في القرنبيط عشان ما يكونش مكتوم ويكون معجن من جوه. ما تنسوش بقى لو اول مره تشوفوني تعملوا لي متابعه في القناه عشان تشوفوا كل جديد، وكمان كومنت كده ايه، تقولوا لي كلمه حلوه، وكمان تشجعوني وتقولوا لي رايكم ايه في الجمال ده لما تشوفوا الطريقه. وكمان ان شاء الله انزل لكم كل يوم كده على قد ما اقدر وصفه كده صيامي. مش لازم تكون جديده، ممكن تكون تقليديه بس هتعجبكم، وكمان هتفكركم ايه ان انتوا تعملوا ايه اكل. كل يوم نقول ايه هنتغدى بايه، هنعمل اكل ايه النهارده صيامي. فمش شرط اكون قلت لكم وصفه جديده، بس هفكركم كده ايه بالاكلات الصيامي عشان ايه يكون عندنا ايه فكره نعمل اكل تاني يوم. اول حاجه كده هبتدي معايا اكله القرنبيط الصيامي اللي مش هنستغنى عنه، وهنعمله بطريقه سهله وهتعجبكم ان شاء الله. تعالوا نعمل مع بعض احلى قرنبيط مقرمش كده وكريسبي وجميل، وهيعجبكم جدا. انا بس عشان الوقت انا سلقت القرنبيط معايا في ملح ونص معلقه كده كمون، وسلقته معايا بالشكل ده. انا سلقاه مقطعاه طبعا كده زي ما انتم شايفين، زهرات كده صغيره. اهم حاجه في السليق ما نهرهوش قوي، يعني اكتر من نص سلقه كده. اهم حاجه ما يبقاش مهري في السليق. زي ما انتم شايفين انا معايا كميه اهي كبيره. نشوف اول حاجه هنعمل ايه. معايا كده بوله فاضيه، بينا على المكونات كده. اول حاجه كده معايا كزبره وشبت مقطعين صغير جدا. اهم حاجه يكون متقطع صغير عشان ايه ما يبقاش واضح قوي كده في الخلطه وكبير وما نعرفش نقلبه كويس. ومعايا طماطمايه كده كبيره مبشوره او مضروبه في الخلاط براحتكم. ومعايا كوبايه دقيق، ومعايا معلقتين كده كبار من النشا، ومعايا معلقه توم مفروم كبيره، ومعلقه هريسه شطه، دي اختياري زي ما تحبوا. ومعايا كمون وملح ومعلقه كبيره كده من بيكنج باودر، ومعايا برضو معلقه من الكزبره الناشفه، ونص معلقه من الكركم، وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا. كل ده هنزل بيه على الكلام ده. زي ما انتم شايفين كده الخلطه بقت بالشكل ده كده. ومعايا كده على الخليط الجميل ده هنزل كده بمعلقتين كبار خل بالشكل ده كده. كده نزلت بمعلقتين كبار خل، وهنزل معايا كده بالميه لحد ايه، انا مش هنزل كده بالميه مره واحده، واحده واحده كده. هقلب كده الخليط الجميل معايا ده كده بالشكل ده، تقليبه كويسه كده بالمضرب كده. بقى الخليط معايا بالشكل ده، القوام بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. طبعا مش قادره اقول لكم ريحته عامله ازاي. هركنه كده على جنب، وهعمل الكفر الخارجي. حطيت كوبايه دقيق على 3 معالق نشا كبار، ومعايا هنا شطه وكركم وملح وكزبره ناشفه وكمون باودر، بصل باودر وتوم باودر وبابريكا، وواحده كده مرقه خضار، والكمون والشطه. كده هنزل بيه على الدقيق وعلى النشا وهقلبهم. وبقى معايا كده الخليط الجاف زي ما انتم شايفين كده، مليان كده بالتوابل وبالملح. طبعا الملح ظبطوا الملح برضو في الخلطة التانية، وظبطوا برضو الملح هنا. والخطوة بقى دي انا هنزل بالقرنبيط بتاعي كده معايا بالشكل ده. هنزل احطه في الخلطة بالشكل ده كده.
وهنزل كده في الخلطة الجميلة دي كده، هيبقى معايا بالشكل ده كده. اديت له الكفر الخارجي كده، هحطه كده في صينية وهعمل كل الكمية اللي معايا. وعملت كده كفر خارجي كده لكل كمية القرنبيط اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا بقى كده حطيت طاسة فيها زيت غزير كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. اسيب الزيت لحد ما يسخن، وبعد كده هنزل معايا بزهرات كده القرنبيط زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده كل الكمية اللي معايا كده. رصيت القرنبيط بالشكل ده كده. اهم حاجة يكون الزيت غزير وما يكونش مرصوص جنب بعضه كده، يكون فيه فراغات عشان ياخد اللون الذهبي كله زي بعض. بصوا بقى القرنبيط بتاعي ابتدى ياخد اللون القمر ده كده. بصوا شايفين لونه عامل ازاي. اهم حاجة كده تحطوه على مصفى لا اما مناديل عشان تشرب كل الزيت بالشكل ده كده. شايفين لونه بجد خطير. هنصفيه كده كويس وهطلعه كده من الزيت. حبيت تطلعوه على مناديل او مصفى. بصوا القرنبيط اللي طلع معايا بقى بالشكل ده كده. شايفين صوته مقرمش بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. انا مش بحب القرنبيط بصراحة يكون مكتوم، يعني القرنبيطة تبقى بالشكل ده كده. شايفين شكلها؟ مش بحبه يكون مكتوم كده، بحبه يكون متفرغ كده عشان يكون شارب من التتبيلة كويس وما يبقاش معجن من جوه. شايفين مش معجن من جوه ومفرغ ازاي؟ هو ده كده المطلوب.